عايز تعرف إيه أكتر حاجة ممكن تعطل طاقة الفلوس عندك؟ هو مش الفقر بذاته، هو الإحساس إنك مش قادر وإنك لازم دايما تستنى المساعدة. الإحساس ده بيجي من حتة قديمة قوي جواك، من أيام ما كنت طفل، من أيام ما كنت بتحاول تنجح بس بيتقالك مش كفاية، حاول أكتر، كان لازم أحسن من كده. فأنت يا حرام صدقت إنك مش كفء وإنك دايما محتاج حد، وده بيخلي الحاجات اللي أنت تستحقها ما توصلكش. بس تعالى نسأل السؤال، هل أنت فعلا مش قادر ولا دي فكرة قديمة أنت مشيت وراها؟ لو رجعت وبصيت على حياتك هتلاقي حاجات كتيرة قوي أنت عملتها برغم كل حاجة صعبة، يعني أنت طول الوقت كنت قادر بس ما كنتش شايف ده. وفي مفاجأة تانية، إن الفلوس مش هي اللي بتجيب لك الأمان. ايه رأيك ان الامان الداخلي هو اللي بيجذب الفلوس؟ لان طاقة الفلوس بتكبر اللي موجود جواك اصلا، فلو في شوية قلق وخوف الفلوس هتكبرهم. لكن لو عندك سلام وثقة الفلوس هتساعدك تعيش اكتر في الطاقة دي. فلما بتبتدي تآمن ان انت كفء وان انت تستاهل، ساعتها الفلوس بتجيلك كنتيجة مش كحل، لان الوفرة طاقة موجودة حوالينا طول الوقت، انت بس اللي محتاج تفتح قلبك عشان تستقبلها. ولو محتاج مساعدة عشان طاقة الوفرة عندك تزيد، اللينك بتاعي في البايو. سلام.